علشان نفهم حجم الجريمة اللي بنعملها النهاردة لازم نرجع بالزمن 1400 سنة لورا ونحكي القصة. مكة ما كانتش مجرد صحراء فيها شوية خيم وجمال. مكة كانت مجتمع رأسمالي متوحش وقاسي جدا، نادي حصري للأكابر وطبقة الVIP وبس. الكلمة العليا فيه كانت للفلوس وللنسب، والعبيد والفقراء مجرد أرقام ملهمش أي تمن، لحد ما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وعمل أكبر ثورة اجتماعية. كفار قريش ما كانتش مشكلتهم في وجود إله وبس، أبو جهل الملياردير والوليد بن المغيرة وكل كبارات مكة كانوا رافضين حاجة تانية خالص بتوجع غرورهم. كانوا رافضين إن النبي عليه الصلاة والسلام يشترط عليهم إن هم يقلعوا الكبر ويقعدوا كتف بكتف على نفس السجادة مع بلال العبد الحبشي اللي ملوش ظهر ولا عيلة تحميه، وصهيب الرومي المهاجر، وعمار بن ياسر الغلبان. كبارات قريش راحوا للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام وقالوا له اطردهم واحنا نقعد معاك، احنا الاكابر وما ينفعش العرب تشوفنا واحنا قاعدين مع العبيد. لكن النبي عليه افضل الصلاه والسلام رفض انه يساوم على كرامه الغلابه، ورفض يبيع جمهوريه المهمشين عشان يرضي الاكابر. النبي عليه الصلاه والسلام نسف الطبقيه دي من جذورها وقضى عليها تماما، خلى معيار الشرف الوحيد هو التقوى ونظافة القلب، مش رصيدك في البنك ولا بتلبس ماركات ايه. طب احنا النهارده بقى بنعمل ايه في حياتنا؟ احنا الصبح بنبكي متأثرين بقصة تعذيب بلال، وبالليل بنعيش بعجرفة ابو لهب. بنقيم الناس بماركة العربية وتمن الموبايل اللي في ايديهم، وبنصنفهم حسب بيلبسوا منين وساكنين فين. ولو جالك شاب محترم وشريف زي عمار او بلال عشان يطلب ايد بنتك، هتطرده وتكسر بخاطره عشان مش من مستواك الاجتماعي، علشان معهوش فلوس يعمل فرح في فندق 5 نجوم، وعلشان معهوش فلوس يفرش الشقة ويجيب النيش اللي ملوش لازمة، وعلشان انت بتشتري راجل بس عايز تشتري حاجة نظيفة. احنا رجعنا للجاهلية الاولى بكل قسوتها، بس الفرق ان احنا دلوقتي بنقول استغفر الله العظيم واحنا ماسكين سبح الكترونية.